السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي مجددا في قناتي، قناة أم دينا للطبخ. اليوم كما راكم تشوفوا يا البنات في الصورة، جيتكم بجلبانة مع قرنون ضلمة. جات الله يبارك تشهي، وقلت بوركوا با نبارطاجيها معكم. كما راكم تشوفوا هنا بديت مباشرة ننصب البرمة تاعي. درت فيها البصلة والثوم، ولا عندك اللحم ولا دجاج ولا واش عندك. التوابل كما راكم تشوفوا انا ما نكثرش التوابل في النصيب تاعي باش تجي هكا المرقه ما تجيش تقاهم وما تجيش كاسحه. عندي ثوم، الملح، عندي الكزبر، فلفل كحل، شوي كركم. هذا ما كانوش درت فيها في الجلبانه تاعي، وراح نديرها صوص بلانش، مرقه بيضة كما راكم تشوفوا هنا البنات. ودرت شويه سمن وما كثرت لهاش الزيت، درت لها شويه برك قيس مغرفه ولا زيت. هنا بطبيعه الحال راح نقليها حتى البصله تاعي هذيك تدبل خلاص، والدجاج تاعي يتحمر. دوك لهنا نديرها على نار ناقصه ونخليها تتقلى مليح. هنا راني ضفت لها شويه زروديه، خاطركش الزروديه راح تمد للجلبانه طعم تاع حلاوه، يعني تجينا الجلبانه تاعنا تجينا شويه حلوه. من بعد ما تقلات البرمه تاعي او لا كوكوط، لهنا اني مرقتها وما تكثريش الماء. اختي الجلبانه ولا اي طبيخ ديريه يا حبذا لكم ما تكثريش الماء، سيرتو كي تعودي راح تنصبي في لا كوكوط ما يطلبش وقت كبير ولا في دقيقه طيب. هنا بعد ما تقلت لي البرمة ومرقتها كي غليت قد راني لحت لها الجلبانة كيما راكم تشوفوا. لوح لها الجلبانة نحركها مليح ومن بعد نسكر عليها ونخليها طيب. راني درت لها شويه فلفل حار ودرت لها 2 وراقي رند. هنا البنات لاستيوس تاعي ندير لها شويه سكر، منها طيب ومنها تجينا لاصوص تاعنا شويه حلوه. كاينه جلبانه اللي تجي شويه صامطه هكذا ما تجيش حلوه. ابان ندير لها شويه سكر، قسم غرفه تاع قهوه ولا قل شوي، ندير لها شويه سكر هكذا باش تجينا المرقه تاعنا تجينا بنينه وحلوه، وتجي بنينه خاطركش تجي مخلطه بين حلاوه وشويه حاره، تجي واحد القود واحد الطعم حاجه اخرى. مباشرة هنا راني قلت لكم راح ندير معاها قرنون فارسي. دونك راني حندير لا فارس هذيك تاعي. عندي شويه سكالوب رحيته وزدت له البصله، درت له المعدنوس والتوابل، ودرت له الثوم كما راكم تشوفوا، وكما درت له التوابل درت فلفل احمر شويه، درت فلفل اكحل، درت الملح وها هم التوابل، ودرت الكزبر. هذا ما كان واش درت في التوابل تاع لا فارس تاعي هذا. كما راكم تشوفوا هنا يا خواتاتي هاني نحاول ندخل هذوك التوابل والمعدنوس والبصله كامل في هذاك الداند. ودوك راح نضيف عندي بيضه كامله. انا كوم لا فارس تاعي قليله ما حبيتش ندير بيضه كامله، درت نص برك هكذا باش ما تجينيش جاريه، ونبقى هكذا ندخلها في بعضها مليح حتى الداند هذاك يشرب هذوك التوابل مليح والمعدنوس والبيض يدخل كامل في بعضها مليح. قلت لكم كي تعود عندكم لا فارس قليله ما ديروش بيضه كامله هكذا باش ما تجيكمش جاريه. هنا انا ماما لا فارس تاعي راهي واجده. وما تخافيش منها، مام كي تجيك جاريه ما تخافيش منها خاطركش من بعد تخليها شوي راح تنشف، وزيد كي تحطيها في البطاطا ولا تحطيها في القرنون ولا جيست تحطيها في المرقه سخونه راح تحكم روحها ما تطيحش، يعني ما تخافيش منها. المهم انتي ما تحطيهاش في المرقه اللي تعود تسمى مرقه قاويه ولا كيما دوك. انا راح نصفي الدجاج بعد ما طابت الجلبانه تاعي والزروديه. دوك نصفي الدجاج دوك نحيه، ومن بعد بقات لي المرقه قليله، يعني جيست تحطي البطاطا والقرنون جيست يتغطاو برك
تسمى ما تجيش المرقة قوية ويبقاو يغليو هكذاك، سي نورمال لافاخس راح طير، تسمى لافاخس راح تنحى من القرنون. دونك لهنا الجلبانة تاعي والجلبانة وزرودية راهي طايبة، ولهنا دوك راح نلوح كيما راكم تشوفوا. القرنون تاعي بطبيعة الحال راني غسلته، درت له القارص، حكيته مليح بالقارص. ميم البطاطا تاعي كشرتها وربيتها مليح، عفوا برشتها مليح من داخل، وعاودت عمرتها بلافاخس هذيك كيما راكم تشوفوا هنا. هاني نحطها، شوفوا المرقة جيست راهي قليلة يعني ما بقاتش، جيست نحطهم يغليو شوية برك ونطفي عليهم كيما راكم تشوفوا لهنا. هاني حطيت البطاطا من تحت ودرت القرنون من فوق. دوك هكذا راح انا نسكر عليها ونخليها طيب. وانا هنا الدجاج تاعي كي نحيته راني نحمر فيه، وما بقات لي لافاخس هذيك اللي درتها، حمرتهم درتهم دي بول صغيرين وحمرتهم في الزيت. دوك اللحوم في لاصوص هنا هاي كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت. شوفوا الله يبارك يا البنات، جات جلبانه بنينه عسل، جربوها وتجيكم ان شاء الله بنينه كيما جاتني انا، مع دي ترونش تاع قارص الله الله والمعدنوس. جات يا البنات ما تتشبعش يعني. هنا والدجاج تاعي كيما حمرته، ولي بول هذوك تاني اللي درتهم من لافاخس هذيك اللي بقات لي، عاودت كيما قلت حمرتهم في الزيت ورميتهم في لاصوص. جات يا البنات واحد الجلبانه، جربوها ان شاء الله تجيكم عسل. ملاحظة فقط يا اخوتاتي حبيت نقول لكم، اولا كاين دعاء خاص بالوضوء، بالك بعض الاخوات يغفلوا عليه ولا ما يتولهوش. ولا اولا بعد ما تتوضاي وتخلصي لازم تذكري التوحيد، هو لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن بعد تقولي الدعاء هذا: اللهم وسع لي في داري وبارك لي في رزقي وفرج همي يا رب. هذا دعاء خاص بالوضوء. والملاحظة الثانية يا أختي، من بعد كي توقفي باش تصلي، أولا وقبل كل شيء الملاحظة اللي نعطيها لك أنك ما تصليش برجليك عريانين، لازم تلبسي تقشير ولا تقاشر ولا لي شوسات، كل واحد وكيفاش يسميهم. لازم تلبسي إذا كانت الروبة طويلة ومغطية رجليك معليش، بس إذا كانت الروبة شطرة لازم تلبسي تقشير. هذا أول ملاحظة. ثانيا الملاحظة الثانية أنك كي تقرأي القرآن لازم تتوجهي للقبلة، ما تقرأيش القرآن هكذا عشوائي، تهزي المصحف وتدوري في أي جهة. لازم القرآن كي تقرأيه وتهزي المصحف تدوري للقبلة. الملاحظة الثالثة هي التسليم بعد التشهد. كي تسلمي بعد التشهد احنا وش نقولوا على اليمين نقولوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى اليسار وش تقولي؟ السلام عليكم ورحمة الله فقط، ما تقوليش وبركاته، باعتبار أن على اليمين الملائكة يكتبون الحسنات، وعلى نقولوا وبركاته حتى يبارك الله في حسناتنا. أما على اليسار ما تقوليش وبركاته، قولي السلام عليكم ورحمة الله، باعتبار على اليسار الملائكة يكتبون السيئات، إذن ما تقوليش وبركاته. هذه هي الملاحظة فقط، وإن شاء الله صيامكم مقبول ودمكم مغفور، وإلى الملتقى إن شاء الله.